الحكاية بتبدأ مع جيسون وهو بيصحى من النوم عشان يروح المدرسة. جيسون شاب مراهق بيحب الكونج فو وأفلام الفنون القتالية. بعد كده بنقابل العجوز هوب راجل صيني فاتح محل لتأجير الأفلام القديمة، وجيسون كل يوم بيعدي عليه عشان يشتري أفلام فنون قتالية بسعر رخيص. لكنه وهو بيتجول في المحل بالصدفة لاحظ غرفة سرية، وأول ما دخلها اتفاجئ بآثار قديمة جدا ولقى عصا ذهبية شكلها غريب. وهنا العجوز هوب ظهر ووقفه عند حده وقال له يسيب العصا مكانها لأنها غالية ولا تقدر بثمن. فجيسون وافق على طلبه وخرج من غرفة الآثار، لكنه كان منبهر من شكل العصا بشدة. في النهاية جيسون اشترى بعض الأفلام الصينية من المحل، ولما كان مروح قابل صديقته في المدرسة وبدأ يتكلم معاها عن الأفلام اللي اشتراها. لكن فجأة في شاب بلطجي ظهر ومعاه مجموعة متنمرين. الشاب ده بيكره جيسون وبيضايقه كل يوم، ده غير انه لما شاف الأفلام عرف انه كان في محل العجوز هوب، فأمر جيسون يوصله ليه. للأسف البلطجي أجبر جيسون يخبط على هوب عشان يفتح له الباب لانه بيثق فيه. واول ما هوب فتح الباب البلطجي واصدقائه دخلوا المحل. في البدايه البلطجي هدد العجوز هوب وهو واصدقائه بداوا يسرقوا كل حاجه، اما جيسون وقف بمكانه وما كانش عارف يتصرف لانه ضعيف. وهنا العجوز هوب اخذ العصا الذهبيه وضرب واحد من المتنمرين، فالبلطجي طخه بالنار. طبعا جيسون اتصدم وما كانش مصدق اللي حصل، بس البلطجي اتعصب وامر اصدقائه يخلصوا على جيسون لانه الوحيد اللي شافهم وهم بيضربوا هوب بالنار. جيسون مسك العصا الذهبيه وجري باقصى سرعته لحد ما اتحاصر على سطح المبنى. واول ما البلطجي كان هيخلص عليه العصا الذهبيه اتحركت من نفسها ودفعته من على الحافه، لكنه قبل ما يلمس الارض اتفاجئ انه اتنقل مع العصا لبيت وسط الريف وفي سيده بترحب بيه. لما جيسون خرج من البيت اتفاجئ انه وسط قريه صينيه قديمه وما كانش عارف هو وصل هنا ازاي، ده غير انه ما قدرش يتكلم مع اي حد لان الجميع لغتهم صينيه. بس فجأة مجموعة من الجنود ظهروا بدون سابق انذار وهاجموا اهل القرية بشراسة رهيبة. اول ما الجنود لمحوا جيسون هو والعصا الذهبية جريوا وراه وحاولوا يمسكوه لحد ما حصروه وقبضوا عليه في النهاية. بعد فترة قصيرة في شخص مجهول الهوية نايم على حمار قابل الجنود في الطريق. الشخص ده كان سكير، ولما الجنود استهتروا بيه اظهر انه ماهر بالفنون القتالية وقدر يتفادى ضرباتهم بسرعة البرق وخلص عليهم بسهولة. ده غير انه اتفاجئ لما شاف العصا الذهبية في ايد جيسون، والغريبة انه فهم لغته وقدر يتواصل معاه. في النهاية الراجل السكير انقذ جيسون من الجنود وهرب بيه لحد ما وصلوا لمطعم وسط المدينة. وهنا الشخص اللي انقذ جيسون قال ان اسمه لو يان وبيستخدم فن قبضة المعلم السكير. طبعا جيسون حكاله على حكايته وحاول يعرف هو وصل هنا ازاي، فلو يان كلمه عن العصا الذهبية وقال انها كانت ملك لمحارب اسطوري اسمه القرد الملك. القرد الملك كان في صراع دائم ضد جنود الامبراطور لان الجنرال جيد رئيس الجيش بيكرهه. وفي يوم من الايام الملك القرد حضر عيد ميلاد الامبراطور، فالامبراطور حس بسعادة لانه بيحبه، لكن الجنرال اتعصب بشدة. واول ما الامبراطور وزوجته قرروا يسافروا ويسيبوا المملكة الجنرال انتهز الفرصة وتحدى القرد الملك في قتال وش لوش. فالقرد الملك وافق وقبل التحدي. في بداية المعركة القرد الملك سيطر لانه ماهر بالفنون القتالية والعصا الذهبية الخاصة بيه بتعطيه قوة ملهاش مثيل، ده غير انه بيقدر يستنسخ نفسه عن طريق شعرة واحدة بس من راسه. اما الجنرال جيد اتمسك الطحن واتهزق قدام كل جنوده وما كانش قادر يعمل اي حاجة، فاضطر يستخدم تقنيته السرية ووجه مجموعة كبيرة من الاسلحة في اتجاه القرد الملك بس بدون فايدة. وهنا الجنرال الخبيث قال للقرد الملك يرمي العصا الذهبية ويتقاتلوا بدون اسلحة عشان يثبتوا مين الامهر بالكونج فو. وللاسف القرد الملك صدقه واتعرض للخيانة، لكنه قدر يقذف العصا الذهبية لمكان بعيد عشان الجنرال جيد ما يوصلهاش. وفي النهاية الجنرال حس بسعادة كبيرة لانه اخيرا هزم عدوه اللدود وحوله لتمثال حجري. لو يان كمل كلامه وقال لجيسون انه لازم يوصل العصا الذهبية للقرد الملك عشان يقدر يرجع لعالمه من جديد. لكن جيسون كان خايف لانه ما يعرفش اي حاجة في الكونج فو وممكن يموت باي لحظة. وهنا بنعرف ان في مجموعة جنود دخلوا المطعم وبدأوا يفتشوا عن العصا الذهبية،
الزهبية، وقدروا انهم يلاقوا جيسون ولويان. في البداية جيسون حاول يعطلهم لكنهم اصروا ياخدوا منه العصا، فلويان امروا يرميها ليه وبدأ القتال مع الجنود. لويان امضى عشرات السنين في التدريب على الكونج فو، وقدروا انه يتقن اسلوب المعلم السكير، معنى كده ان كل ما بيسكر اكتر ضرباته بتبقى اقوى. ده غير ان العصا الذهبية ساعدته يهزم اي حد في طريقه، ومسك اعدائه طحنهم واحد ورا واحد بمساعدة جيسون. لكن الجنود كانوا كتير جدا وما بيخلصوش، فلويان وجيسون اضطروا يهربوا وقرروا يقفزوا من فوق سطح المبنى. لويان قفز بسهولة لكن جيسون اتحاصر والجنود كانوا هيخلصوا عليه، بس فجأة في بنت مجهولة ظهرت وساعدته. ده غير انها وفرت لجيسون ولويان احصنة عشان يهربوا بامان من مئات الجنود. بعد ما جيسون ولويان هربوا ومعاهم العصا الذهبية، بنعرف ان البنت اللي انقذتهم اسمها نيني. نيني واحدة من تلاميذ لويان، وكل هدفها انها توصل العصا الذهبية للقرد الملك عشان تحرره من الاسر. لكن لويان قرر ينسحب من المهمة لان الجنود كتير جدا وملهمش اخر. وهنا جيسون اترجاه يعلمه الكونج فو لانه ضعيف ومش قادر يدافع عن نفسه، فلويان وافق على طلبه وخلاه يقطع الاعشاب الطويلة من اجل تمهيد الطريق. طبعا جيسون اتعصب وكان عايز يتعلم الاساليب السرية من البداية، لكن لويان قال انه لازم يبدأ بحاجات بسيطة، بعد كده هيعلمه الحركات السرية لما يبقى جاهز. اما نيني كانت بتعزف على آلتها الموسيقية، ولما جيسون اتكلم معاها بنعرف ان الآلة دي كانت ملك والدها، لكن الجنرال قتله. في الوقت ده الجنود وصلوا قصر الامبراطور، وهناك بلغوا الجنرال جيد ان في شاب معاه العصا الذهبية وعايز يرجعها للقرد الملك عشان يحرره. فالجنرال اتعصب وامرهم يستدعوا الساحرة باسرع وقت. تاني يوم جيسون فاق من النوم وبدأ يدور عن لويان ونيني، لكن فجأة شخص ملثم لابس ابيض ظهر على حصانه وخطف العصا الذهبية منه. ولما لويان ونيني عرفوا اللي حصل قرروا يتتبعوا اثاره عشان يوصلوا له باسرع وقت. بالفعل التلاتة تتبعوا الاثار لحد ما وصلوا لمكان مهجور، وهنا لويان قرر يواجه الشخص اللي سرق العصا وش لوش، وطلب من جيسون ونيني ما يتدخلوش. لويان اتفاجئ ان سارق العصا الذهبية راهب، ومهما حاول يكلمه ما كانش بيرد، فرماه بازازة النبيذ، وهنا الراهب اتصدله وورق بالقتال معاه. في البداية الاتنين كانوا متعادلين لان مهاراتهم اسطورية بالكونج فو وملهاش مثيل، لكن مع الوقت الراهب بدأ يتفوق، فلويان استخدم فن المعلم السكير واتصداله. اول ما الراهب درس حركات لويان قرر يواجهه باسلوب الافعى، فلويان اظهر فن النمر والاتنين نزلوا طحن في بعض لحد ما كسروا المكان من حواليهم. في النهاية لويان والراهب اتخانقوا على العصا الذهبية لحد ما فلتت منهم ووقعت في ايد جيسون. وهنا لويان قال للراهب انه هيرجع العصا للجنرال جيد، لكن الراهب قال انه هدفه ينقذ الملك القرد من الاسر. فالاتنين عرفوا ان في سوء تفاهم وبكده لازم يتحدوا لان هدفهم واحد. الراهب قدم نفسه لجيسون وقال ان اسمه صن، وهو ولويان فضلوا يضحكوا ويهزروا. بعد كده الاربعه انطلقوا لقصر الامبراطور عشان يوصلوا العصا الذهبيه للملك القرد. في الوقت ده الساحره بدات تدور على جيسون واتباعه لانها شغاله عند الجنرال جيد وهدفها ترجع له العصا الذهبيه باي طريقه. اما جيسون بدا التدريب تحت ايد لويان وتذنب لساعات طويله، فصن ظهر وقال انه بيتدرب غلط ولازم يسمع كلامه. طبعا لويان اتخانق معاه والاتنين مسكوا في بعض لانهم عايزين يدربوا جيسون بنفس الوقت. في النهايه لويان وصن قرروا يقسموا التدريبات ما بينهم، ولويان علم اساليبه القتاليه لجيسون في يوم وصن علمه اسراره في يوم تاني لحد ما اصبح مقاتل مدمر ومهاراته اتطورت بشكل كبير. من هنا الاربعه كملوا في طريقهم لقصر الامبراطور من اجل توصيل العصا الذهبيه للقرد الملك. ده غير انهم اتمشوا وسط الصحراء تحت الشمس لساعات طويله، بس في النهايه قربوا لوجهتهم وقدروا يلمحوا القصر من بعيد، فحسوا بسعاده كبيره. عشان كده جيسون بذل اقصى مجهوده في التدريبات لان المعركه النهائيه قربت ولازم يستعد. اما نيني كانت بتعزف مع نفسها، واول ما جيسون خلص تمرين سمع موسيقتها واتكلم معاها، لكن فجاه الساحره ظهرت وقالت انها هتخلص على جيسون تماما وهترجع العصا الذهبيه للجنرال جيد. بس من حسن الحظ لويان وصن ظهروا والقتال ما بينهم بدأ. الساحره حاولت تخطف العصا لكن صن وقفها عند حدها على اخر لحظه. اما نيني هي ولويان قتلوا الجنود بمهاره عاليه وقدروا انهم يغفلوا الساحره ويهربوا على احصنتهم. فالساحره اخذت سهم مسموم واطلقته في الهواء. لما لويان وصن وجيسون ونيني وصلوا النهر اتفاجئوا ان لويان اتصاب بسهم الساحره في ظهره وفقد الوعي، فالتلاته حملوه لمدرسه شاولين بمكان قريب. من حسن الحظ الرهبان انقذوا لويان على اخر لحظه
وعالجوا جروحه، لكن كبيرهم قال ان السهم مسموم والعلاج موجود مع الجنرال جيد وبس. طبعا جيسون قرر يهجم على الجنرال بدون تخطيط من اجل انقاذ لويان، لكن سان وقفه لانه لسه ما خلصش تدريباته وممكن يموت بسهوله. بالليل جيسون اتكلم مع لويان وكان حاسس بالحزن لانه مريض، ووعده انه هيجيب له العلاج باسرع وقت ممكن. تاني يوم الصبح سان اتفاجئ لما عرف ان جيسون اخذ العصا الذهبيه وخرج بدون اذنه. في الوقت ده جيسون انطلق لقصر الامبراطور، واول ما وصل اتفاجئ بمئات الجنود، لكنهم سمحوا له بالدخول لما اظهر العصا الذهبيه. وهنا الساحره استقبلت جيسون وقدمته للجنرال جيد، فجيسون عرض انه يعطيه العصا مقابل علاج السم عشان ينقذ لويان من الموت، لكن الجنرال غدر بيه وامر الساحره تخلص عليه. بالفعل القتال ما بين جيسون والساحره بدأ. من الاول الساحره سيطرت لانها قويه جدا، ده غير انها كانت ماهره بفن النسر المدمر، لكن جيسون استخدم العصا الذهبيه وحاول يتصدى لها بدون فايده لحد ما اتخنق وكان هيفقد الوعي. فالجنرال جيد اخذ العصا وامر جنوده يخلصوا عليه، وهنا سان ونيني ظهروا فجاه وغفلوا الحراس بثواني وانقذوا جيسون على اخر لحظه. في البدايه نيني قتلت الساحره والاتنين نزلوا طحن في بعض لانهم اعداء من زمان، اما سان قاتل الجنود وبدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد. لما الجنرال عرف انه هيخسر المعركه قرر يرمي العصايه الذهبيه في النار، لكن سان مسكها على اخر لحظه وبدأ بالقتال معاه. سان ونيني حاربوا الجنرال جيد والساحره لحد اخر نفس، حتى جيسون اتصدى للجنود مع انهم اكتر منه في العدد، لكن فجأة مجموعه من رهبان الشاولين ظهروا وساعدوه بالمعركه. فجيسون استغل انشغال الجميع بالقتال وقدر انه يوصل للعلاج من اجل انقاذ لويان، بس الساحره غفلته والعلاج كان هيقع على الارض. وهنا الرهبان مسكوه في الهواء ووصلوه لايد لويان لانهم احضروه للقصر. اول ما لويان اخذ العلاج استرجع قوته بالكامل ونزل طحن في كل الجنود، ده غير انه هاجم الساحره بشراسه رهيبه لانها السبب في مرضه. اما سان قاتل الجنرال لحد اخر نفس وللاسف اتصاب بشده، فرمى العصا الذهبيه لجيسون وامره يلمس بيها تمثال الملك القرد. بالفعل جيسون نفذ كلامه وحصل انفجار كبير هز القصر كله، وفي النهايه الملك القرد اتحرر اخيرا. وهنا بنعرف ان سان نسخه من الملك القرد وما كانش انسان حقيقي. طبعا الجنرال جيد حس بالرعب لان عدو اللدود رجع وبدأ بالقتال معاه. في الوقت ده لويان سيطر على الساحره لانه ماهر بفن المعلم السكير وملهوش حل، وقدر انه يرميها من اعلى القصر، لكنها غفلته واستخدمت خدعه سحريه عشان تخنقه بشعرها. فلويان اخرج الخنجر الخاص بيه وقطع شعر الساحره على اخر لحظه. اما نيني استغلت انشغال الجنرال بقتال الملك القرد وحاولت انها تنتقم منه لانه قتل والدها، بس الجنرال اتصدى ليها ووجه لها ضربه قويه جدا. فجيسون حس بالحزن عليها وقبل ما نيني تموت اعطته خنجرها وطلبت منه يخلص على الجنرال وينتقم لها. بالفعل جيسون اخذ الخنجر، واول ما الجنرال جيد فقد تركيزه قدر يغفله وخلص عليه تماما. بعد ما الجنرال مات الامبراطور رجع من جديد وشكر جيسون لانه حرر مملكته من الفساد وفتح بوابه لعالمه. جيسون ودع لويان والملك القرد في حزن شديد، واول ما عبر البوابه فاق وسط الشارع على الاسفلت، ده غير انه اتفاجئ بالبلطجي والمتنمرين اللي كانوا بيطاردوه من البدايه. البلطجي نزل طحن في جيسون وطلب منه ما يقولش لحد انه ضرب العجوز هوب بالنار، لكن جيسون افتكر الفنون القتاليه اللي اتعلمها من لويان وسان ونزل فيه طحن بدون رحمه لحد ما دمره تماما وخلى المتنمرين يجروا من الخوف زي الكلاب. بعد كده اطمن على العجوز هوب واتاكد انه هيعيش لان الطلقه ما جاتش في قلبه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.